السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير على خير ويكون نهاركم داز مزيان. بحال لكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي لمسة كيتشن. كنتمنى تدعموني بلايك او سبسكرايب وما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبالنسبة للناس اللي باقي ما اشتركت معنا في القناة كنتمنى تضغطوا الاشتراك باش القناة ديالنا تزيد تكبر ويشوفوها ناس كتر. فضلا وليس امرا، ما نطولش عليكم، نبداو الفيديو. ودائما مع تحضيرات العيد، اليوم غنحضر معكم حلوة الماكينة، حلوة ديال الزمن الجميل اللي سهلة واقتصادية وكتحضر بسرعة ومكونات اللي بساطين وكتجي مقرمشة وهشيشة. خليكم مع طريقة التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا اول حاجه زلافه ديال البيضات اللي كتجي فيها 5 ديال البيضات كما كتشوفوا. انا غادي نعمل 2 قياسات، فعملت 2 ديال الزلافات. غادي نخلطوا البيضات مزيان بحال هكذا. من بعد غادي نضيف زلافه ديال السكر كما قلت لكم، قياس كيدي زلافه، اي حاجه من زلافه. انا عملت 2 زلافات ديال السكر. غادي نضيف ايضا 2 ديال الزلافات ديال الزيت العاديه او زيت المائده بحال هكذا، قبصه ملح. غادي نخلط المكونات مزيان. غادي نضيف القشور ديال الليمون وكأس من الجنجلان. غادي نضيف ملعقه صغيره من النافع وملعقه صغيره من حبه حلاوه. غادي نغربلهم بحال هكا اللي كيعطيو واحد المذاق رائع للحلوه ديالنا. غادي نضيف واحد الساشي ديال خميره من فئه 8 غرام. الا كان قياس واحد انا ضفت عملت 2، ما بانتش الثانيه حيت عندي 2 قياسات. من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق يعني على حسب الخليط، عينك ميزانك تيني كتضيف وتيني كتشوف على حسب الا شفتوا باقي خاصها الطحين كتضيفوا، ما تضيفوش دفعه واحده باش ما تجيكمش قاصحه. من الاحسن تجيكم العجينه رطبه. بالنسبه للنوعيه ديال الدقيق انا خدمته بالدقيق الحرش، ما خدمتش بالدقيق الرطب، يعني على حسب الرغبه ديالكم. بغيتوا تخدموا بالدقيق الرطب خدموا به. العجينه ديالنا كتجي على هذا القوام هذا. غادي نضيف لها شويه ديال الدقيق بحال هكا. المهم العجينه ما خصهاش تكون كتلتصق في اليدين، غير تشوفوا العجينه يمكن لكم يعني تبداو تخدموا بها. هذاك هو القوام ديالها. هكذا كتكون العجينه واجده. من بعد غادي ندوز مباشره، غادي نركب الماكينه وغادي نبداو نوضع فيها العجينه ديالي ونخرج بحال هكذا ونقطعها بالمقص بهذه الطريقه هذه. انا سرعت الفيديو، طريقه اللي سهله كما كتشوفوا. كنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي وكندخلها للفرن.
الحلاوه ديالنا كتجي على هذا الشكل من بعد ما خرجناها من الفرن. كيجي الشكل ديالها رائع ومذاقها لا يقاوم، كتجي مقرمشه وهشيشه كما كتشوفوا. كتجي رائعه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتجربوها. ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في الكومنتير، تضغطوا لايك، والصحه والراحه.